يا بني، لا يوجد وحش في غرفة الكاميرا ستثبت ذلك. يا أمي، لماذا ابيض وجهك؟ ماذا رأيت للتو في الفيديو؟ قبل أن نواصل، إذا كنت تؤمن أن الأم تعرف الأفضل دائما، فاضغط على زر الإعجاب واشترك في القناة الآن حالا. كانت الأم قد وضعت الكاميرا بعد أن ظل ابنها أليكس يتحدث باستمرار عن ثعبانه الأليف الجديد سليذر، وهو يتصرف بغرابة في منزلهم بأمريكا الشمالية عام 2024. أحب أليكس سليذر. إنه أفضل صديق لي. قال لأمه بعد فترة وجيز. توقف سليذر عن الأكل. أمي، إنه فقط يراقبني الآن. قال أليكس بقلق. أصبح الثعبان نحيلا. أخذت الأم سليذر إلى طبيب بيطري محلي. إنه بخير. قال الطبيب البيطري الأول. شعرت الأم بعدم الارتياح. وجدت طبيبا بيطريا أكبر سنا. فحص سليذر. هذا الثعبان ليس مريضا. صح الطبيب البيطري الأكبر سنا. إنه يجوع نفسه ليفسح المجال. إنه يخطط لأكل ابنك. قبل أن تتصرف، ماذا كنت ستفعل أنت لو تبين أن حيوانك الأليف يشكل تهديدا قاتلا؟ اكتب ذلك في التعليقات. شهقت الأم. أخذت سليذر بعيدا على الفور. بعض الأخطار تختبئ خلف مظهر ودود. يا أليكس،